عزيزي البرنجي الجميل، هل حسيت قبل كده بشعور الخوف والخطر؟ حاسس ان انت ممكن تبقى قاعد لوحدك في الاوضه ويجي حد من وراك يكتك؟ عشان كده جايب لك لعبه جديده من بير السلم، وهي لعبه فيرست تو فاثوم. وهي ممكن تبقى احسن لعبه بير سلم العبها في حياتي. اللعبه ليها 4 قصص مختلفه، واحنا هنلعب النهارده اول قصه واللي اسمها وحيد في منزلي. قبل ما نبدأ الخوف والهبل ده، أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وبصبعك الجميل تدوس على اللايك، ويلا بينا. القصة الأولى بتقول: في منتصف الصيف أهلي راحوا رحلة وسابوني لوحدي، وأنا هقعد كل أجازة نهاية الأسبوع لوحدي، ومحتاج بقى أظبط مواعيد نومي ولب لب 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 لب. صحيت من النوم عشان أبدأ يومي في أكبر نشاط. صحيت من النوم قايم قرفان، الدنيا هموم والعيشة نبدأ يومنا الجميل في هذا المكان الجميل. بص 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 منطقة. مش عارف هو ده مش باين عليه، يعني ممكن يبقى وقت المغرب مثلا كده. ده قعدة كرسي وده كتاب باين، قانون، يعني أوضة على قد كده. المفروض من الأوض الغريبة بتاعت ألعاب الرعب دي. يعني الشقق بصراحة، مين بعت رسالة؟ فتحت الرسالة اللي بعتت لي، لقيت في دردشتين، واحدة من أمي وواحدة من صاحبي. أمي قالت لي إننا هنرجع يوم الأحد وفي أكل في التلاجة روح كل. وكنت بكلم صاحبي بقول له تعالى عندي البيت أنت وصاحبك جوش عشان نيجي نخربوها عندنا. مستطيل من يومنا والله ودماغنا ميسة. هننزل ناكل تحت. أعتقد هو إيه في التلاجة يعني؟ إيه الأوضة دي؟ اقفل تاني يا عم، اقفل تاني اقفل تاني اقفل تاني اقفل تاني. بس انا اسف اسف ان انا عايز اشوف هو حاجة تيجي من ورايا تغفلني او حاجة. تلاجة. عندنا هنا ايه ده؟ لانشون وبطاطس و ايه ده؟ مية. مكرونة بشاميل دي باين. غدايا يا اخواتي بعد الشغل. A few moments later. الاكل اتسخن، قلت هروح اكل بقى، والاكل ما يحلاش الا وايه وانا بتفرج على التلفزيون طبعا. نقعد ناكل فين؟ اكيد هنا صح. ايه ده؟ وفي تلفزيون كمان. افتح يا عم افتح يا عم. ايه تلفزيون ايه ده؟ بص انا قاعد اتفرج اي حاجه نتفرج عليها وخلاص، بس هي هتجيب تلات مش هتجيب. تعال نقعد كده. لا. غير القناه دي بعد اذنك، غير لي القناه دي. شوف القناه دي. استنى نتفرج. دي هناكل ازاي بقى؟ ناكل ازاي؟ كده. بياكل ايه اصلا؟ دي مش مكرونه. عارف. استرها معانا يا رب يا رب. ايه الحيوان اللي داخل الكسر الازاز؟ هنروح نشيل اطباقنا، حاجاتنا. انا مش عارف، انا خايف. جات لي رساله من صاحبي اللي كنت مكلمه يجي هو وجوش، وقال لي مش هعرف اجي ومش عارف ايه، وتعالى بكره وهنعوض القعده، وتعالى بكره بيت جيسيكا علشان نقعد ايه قعده حلوه ونخربوها. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. ارمي البتاع ده فين بقى؟ بعد ما طفحت بالهنا والشفا، بيقول لي لازم اعمل الواجب. تذكر انه لازم يخلص الامور. حبكت بقى هي. نطلع نعمل الواجب. يعني انا بلعب دلوقتي بشخصيه دحيح يا نرد. تعال خش يا عم اعمل الواجب. انا مش عارف واجب ايه واحنا في الاجازه. اتفضل يا اسطى اتفضل. اتفضل حل. اتفضل حل الواجب. اتفضل نشوف اخرتها معاك. الساعه 12:38 بعد منتصف الليل. امور فؤادية انا بقول. ماشي حلو. تعال قوم في بيت الرعب الغريب ده. اعمل ايه بقى؟ قبل ما انام لقيت رسالة مبعوثة من امي بتقول لي ما ينفعش الاطفال يسهروا لغاية دلوقتي عشان ما يجيلهمش مستر بولا في الوقت ده. بولا ده طبعا زي ابو رجل مسلوقة عندنا. هو في شبح اسمه بولا اصلا؟ ده اسم بتاع كشري عندنا. انام شوية. صحيت من النوم الساعة 1:15 بعد منتصف الليل عشان اصحى اشرب بق مية. لا في حد بيضرب بره حاجات غريبة، فانا مش هنزل. في حد مستنيني بره انا متأكد.
طب انا اخرج ليه؟ اخرج انام اكمل نومي. السلام عليكم. السلام عليكم. لا ارجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو حمام. مش عارف أقول. بسم الله. حد هنا؟ يا عم بس بقى بس اتفضل. هو كان عايز مية صح؟ تمام. صح. اصفح بالله والشفا. ارميها بقى بعيد كده عشان ما اضربكش. بعد ما طفحت بالهنا والشفا رجعت عشان انام، لقيت امي بعتلي صورة بتقولي مين اللي واقف قدام الباب ده. يا نهار اخوس. فبعد ما عرفت ان انا في مأزق واني ممكن اتفشخ، عملت اللي ممكن يعمله اي شجاع بيحاول يدافع عن بيته وعرضه. اقعد استخبى كده، انا مش طالع بره. اعملوا اللي يعملوه، اعملوا اللي انتوا عايزينه بقى، انا مستخبي هنا للصبح. هو يعني لعبة هتجيب لي كام يعني 100 مشاهدة؟ مش طالع بره. وبعد الخوف ده اتشجعت شوية وقلت انزل اشوف في ايه. المفروض ما نخافش. هو المفروض نخاف. اقفل اقفل اقفل، مش طالع انا. تعال نحاول ننزل نشوف في ايه ده. الو. لقيت امي بتقول لي ان احنا اتصلنا بالشرطه وهو بيحاول يصعد من الشباك وياك تفتح لحد مهما خبط ورن واستخبى. اهم حاجه رحت راجع تحت السرير. انا مش فاهم اعمل ايه. طيب انا هفضل مستخبي. بعمل ايه طيب؟ ايه ده الصوت ده؟ يا صالح بتاع البيتزا ده صح؟ وحياة امك ما انا فاتح، خليك قاعد بره. وحياة امك انا مش هفتح. يا صالح مين؟ مين؟ لقيت رسالة من امي بتقول هو انت سامعه على مستر بولا طبعا، وبتقول له انا اسف يا عزيزي ومش عارف ايه، كأنها بتودعني. كده مفيش حل للاسف غير ان احنا نخرج. افتح كده الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ بس ايه انت مين يا عم؟ ايوه انت بتن الجرس وانت جوه. بس انا مش هخسر وهفضل شجاع وهحارب بولا واعوانه لغايه ما اتفشخ. انا ملوك البرنجية ابو ياسر هو اللي هيخش يقضي على هذا المخلوق. تعالى يا ابن الصرمة.